السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى جاية وجايبه لكم وصفة حلوة جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن الفول بالبيض. طريقة سهلة وبسيطة، أكلة اقتصادية وطعم رائع جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بعمله. وما تنسوش، عايزين نكمل ال10,000 مشترك. اشتركوا من تليفونات ولادكم، ابعتوا اللينك لاصحابكم، القناة هتكبر بيكم ومعاكم. اول حاجة بنجيب حلة على النار زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بمعلقة سمنة كبيرة زي ما انتوا عايزين، سمنة بلدي، زبدة، الموجودة عندكم. وممكن كمان نحط سمنة وزيت. هنسيب طبعا السمنة بتاعتنا لحد ما تدوب. بعد كده هنزل عليها ببصلتين مفرومين ناعم زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي اشوح البصل بتاعي، بس مش لازم ياخد لون غامق قوي، يدوبك لونه يتغير. وصفة حلوة وطعمها يجنن بجد، هتعجبكم جدا جدا. واحنا بنشوح البصل بتاعنا هننزل البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسمر وكمون. وبرضو هنستمر في تشويح البصل بتاعنا. وصفة سهلة ومش هتاخد معاكي دقايق وهتكون جاهزة ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين البصل بتاعنا لونه اتغير، هو ده اللي انا عايزاه. هنزل بعد كده بطبق الصلصة اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، هي الكاميرا مكبراه ولكن هو اصغر من كده. نزلت عليه على البصل زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اقلبهم كويس جدا، واسيب البصل والطماطم يغلوا مع بعض غلوة حلوة. واحنا سايبين البصل بتاعنا والطماطم يغلوا مع بعض ويتسبكوا مع بعض، هاخد الفول بتاعي، دول كيستين من الفول، هضربهم في الكبة لحد ما ينعموا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لو كنت مدمسة الفول في البيت هيكون احسن كتير. هنا بقى بوريكم خلاص البصل والطماطم غلوا مع بعض ويتسبكوا وتقلوا ويجننوا بجد. هبتدي انزل بالفول بتاعي اللي ضربته في الكبة. لو ما عندكيش كبة اضربي في الخلاط. لو مش عايزه تضربيه في الخلاط ممكن تهرسيه عادي بالشوكة. اي حاجة موجودة عندك مشي امورك بيها. نزلنا بالفول بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، مطحون وناعم حلو قوي قوي. هنقلبه مع البصل بقى والطماطم المتسبكين، وهنسيبه برضو يغلي غلوة حلوة قوي مع بعض. طاجن فول يجنن بمعنى الكلمة، حلو قوي قوي. هاتوا بقى حزمتين جرجير وطبق مخلي البتنجان وكلي وادعيلي. بصوا تحفة. لازم يغلوا مع بعض غلوتين حلوين كده علشان ياخدوا من طعم بعض. هنا بقى رجعت لكم لما غلوا مع بعض، بصوا بقى تقل ازاي وبقى تحفة حلو جدا جدا. عندي البرامات دي زي ما انتم شايفين، وهبتدي انزل الفول بتاعي جوه البرامات. وممكن تحطه في برام واحد زي ما انتم عايزين. موضوع سهل وبسيط، وهتعملي اكلة بجد حلوة جدا جدا. فطار بقى، غدا، عشاء ممكن، بس خلينا في الغدا يكون احسن، وفي الفطار طبعا. بلاش فول بالليل عشان ما نتعبش المعدة. وهبتدي ان انا احط الفول بتاعي في الطواجن زي ما انتم شايفين كده. حطيت الفول بتاعي وما شاء الله عمل لي 2 طاجن حلوين قوي قوي. دلوقتي الفول بتاعي جاهز يدخل الفرن، ياخد وش كده من الفرن ويطلع يتاكل. بس انا بقى النهارده هعمل لكم تكه حلوه جدا، هتخلي كده طاجن الفول ده حاجه محترمه وطعمه تحفه. هنحط على وش طاجن الفول البيضه اللي انتوا شايفينها دي. وممكن على فكره تحطوا بيضتين حسب حجم الطاجن. حلو قوي قوي قوي، وبجد البيض لما يتشوى كده على الوش بيبقى طعمه يجنن. وجبه متكامله رائعه.
البيض بروتين حيواني، وبصل وفول بروتين نباتي، أكلة مغذية ومشبعة وطعمها يجنن. بجد هتدعولي على الوصفة دي. نزلت البيض زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لكم لو حابين تحطوا في كل طاجن 2 بيضة هينفع جدا. هحط بقى رشة ملح صغيرة فوق البيض بتاعنا، وكمان رشة فلفل اسمر، وقطعة صغيرة جدا من السمنة، ولو مش حابة مفيش مشكلة. الفرن بتاعتي سخنة ودي مهمة جدا، وانا بشغالة في الفول ولعت الفرن على اعلى درجة عشان تسخن. بصوا هنا بحط حتة صغننة جدا من السمنة. دخلي بقى الفول بتاعي على الشبكة، وبمجرد ما يغلي هنطفي الفرن ونولع الشواية علشان البيضة بتاعتنا تتشوى وتبقى تحفة ومستوية وتجنن بجد. هنا بقى بوريكم الفول وهو بيغلي، وخلاص فتحت الشواية عشان ياخد وش حلو جدا جدا جدا. وهنا قدمت لكم الفول بتاعي بجد حلو قوي، وجبة اقتصادية جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها في البلد، وطعمها حلوة وتجنن وهتدعولي عليها. ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. ما تنسوش كومنت منكم حلو بيفرق معايا كتير. كمان عايزة افكركم عايزين نكمل ال10,000 مشترك. اشتركي من تليفونات ولادك، ابعتي اللينك لاصحابك، القناة هتكبر بيكم ومعاكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.